السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في وصفات الوردات عندنا وصفة الفطيرات. وصفة سهلة جدا، بسيطة، يعني في متناول الجميع، تقدروا ديروها. نروحوا الآن للمقادير. بالنسبة للمقادير عندنا 2 حبات بيض كما راكم تشوفوا، كيس تاع خميرة كيميائية، عندنا كذلك كاس غير ربع تاع سكر جلاس او سكر ناعم، عندي كذلك كاس تاع الزيت والسمن، انا هنا مخلطه الزيت مع السمن يعني نص نص، عندي كذلك فانيلا او لافاني، عندي قشور تاع الليمون، وعندنا بطبيعه الحال الفرينه اللي دائما نخدموا بها. نبداو التحضير على بركه الله. بسم الله. نديرو 2 حبات تاع البيض هكذا، نضيفو معاهم السكر الناعم، نديرو كامل في رحبة ونبداو، يعني طريقة بسيطة جدا. نديرو لافاني ملعقة تاع قهوة، يعني بالنسبة للافاني كل وحدة كما تحب، ونديرو كذلك القشور تاع الليمون او لو زوز دو سيترون. هنا كي نديرو كامل هذا نبداو نخلطو بالفوي ولا حتى بيدك، ما كان حتى مشكل، نخلطو مليح بهذه الطريقة هكذا. الآن نضيفو الكاس تاع الزيت والسمن بهذه الطريقة، ونزيد كذلك نخلط مليح. بعد ما يتجانس كامل الخليط تاعي ويدخل الزيت ما يوليش يبان من الفوق، نروحو نضيفو الفرينة. في هذه الأثناء نضيفو الفرينة تاعنا تدريجيا وتكون مغربلة هكذا غير بشوية. نضيفو معاها الكيس تاع الخميرة الكيميائية هكذا. وفي هذه الأثناء ما نكملوش الخلط بالفوي، لازم نستعملو يدينا، لكن نستعملو الأصابع فقط، ما نعجنوهاش. كما راكم تشوفوا بعد ما ليمت كامل العجينه تاعي، وراكم تشوفوا في البول تاعي راه نقي، بهذه الطريقه العجينه تاعنا لازم تكون. الان نروحوا باش نحلو العجينه تاعنا ونبداو نقطعوا فيها. الان عندي هذا لومبورت بياس، وبالنسبه للومبورت بياس ديروا اللي عندكم نتوما واللي تبغوه نتوما، سواء دائري نجمه كما تحبوا نتوما. انا خيرت هذا الموديل وانتوما لكم الاختيار. نقطعها بهذه الطريقه هكذا، نكملها كامل ونرجعوا نشوفوها. كما راكم تشوفوا السمك تاع الفطيرات تاعنا ما يجوش كما الحلوى تاع الطابع، يعني ما يجوش خشان، يعني السمك يكون تقريبا واحد 0.5 سنتيمتر، يعني نصف 1 سنتيمتر او اقل، ماشي كما الحلوى تاع الطابع. انا نكمل نرفد كاع الحبات تاوعي، نديرهم في السنيوه. الفرن تاعي ديجا راني شعلته من قبل، نخليهم يدو ان كولور ليجيرمون دوغي من التحت، ونعاودو نرجعو باش نكملو مع نديرو لهم الطليه. الان بعد ما طابوا الفطيرات تاعي عفوا كما راكم تشوفوا، من الفوق يكونوا بيض، ما يدوش ان كولور، لكن من تحت ليجيرمون دوغي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. اذا كما راكم تشوفوا الان درت غري، حطيت عليها الحبات تاوعي، واني نحط في الطلا تاعي من الفوق غير بشويه، غير بالملعقه ونحط. الان بعد ما كملت الحبات تاعي درت لهم الطلا من الفوق، نبدا نخبط هكذا في لاغري تاعنا باش كامل الطلا اللي يكون زياده كامل يهبط. نرفد الحبات تاوعي ونحطهم في السنيوه باش ينشفوا، وندلهم. بالنسبه للتزيين الفطيرات يعني حاجه بسيطه، مجرد حلوه باش يشربوا بها القهوه، ما تطلبش تزيين كبير. اذا انا عندي هذيك الفيرميسيل كولوري، هذيك اللي نديرها من الفوق. هذه هي الفيرميسيل اللي قلت لكم عليها. الان نديرها من الفوق بهذه الطريقه
يعني تعرفوني بلي ناس التزيين دائما التزيين تاعي يكون بسيط، ما نبغيش حاجه كبيره في التزيين، كما دائما نقول لكم الصح في البنه. في بعض الاحيان يتعبوا على التزيين، ولكن في الاخير يقلعوه الاطفال ولا حتى الكبار يقلعوه ما ياكلوهش وياكلوا الحلوى هكذاك. الان نكمل كامل الحبات تاوعنا، نديرلهم بنتي الصغيره هذه الحلوى فيغميسيل، ونعاودوا نرجعوا نشوفوهم بعد ما ينشفوا في طبق التقديم. الان هذو هما الفطيرات تاوعنا، راكم تشوفوا فيهم في طبق التقديم. المقادير بسيطه جدا، حتى طريقه التحضير بسيطه جدا، في متناول الجميع. ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم. ما تنسونيش بالاعجاب، وما تنسونيش بالتعليقات، وما تنسوش تابونيو في قناتي. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.